النهاردة هنتكلم عن مهارة ممكن تكون بتخوف ناس كتير، لكنها من أهم المهارات اللي هتفرق في مسارك المهني والمالي كله. مهارات التفاوض في مجال الأعمال، إزاي تحقق مكاسب وتحافظ على علاقات قوية. سواء كنت بتتفاوض على صفقة مع عميل جديد، أو بتحاول تحل خلاف مع زميل في الشغل، أو حتى بتتفاوض على شروط عقد إيجار جديد، التفاوض هو الأداة السرية اللي بتحدد مدى نجاحك في الحياة. كتير مننا بيشوف التفاوض كخناقة أو صراع لازم يكسب فيه طرف ويخسر طرف تاني، لكن الحقيقة إنه فن بيقوم على الذكاء، الفهم المتبادل والتعاون. الحقيقة إن التفاوض الناجح مش معناه إنك تكسب كل حاجة، لا، ده معناه إنك توصل لحل مكسب win-win solution، وده اللي بيضمن استمرارية العلاقات والثقة على المدى الطويل. التفاوض في مجال الأعمال مش بيقتصر على تقسيم فاتورة ثابتة fixed buy، بل هو في الأغلب وسيلة لزيادة حجم الفاتورة نفسها لكل الأطراف. التفاوض بيمنع الخلافات، بيخلق حلول مبتكرة، وبيساعدك تحصل على اللي تستحقه بدون ما تكسر العلاقة مع الطرف الآخر. لو بتعرف تتفاوض صح، هتكون شخصية لا يمكن الاستغناء عنها في أي فريق عمل. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية التفاوض، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية وراه، وهنشاركك خطوات عملية جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تدخل أي تفاوض وانت مستعد، واثق من نفسك، وقادر تحقق مكاسب ليك وللطرف الآخر في نفس الوقت. يلا بينا نكتشف فن التفاوض في مجال الأعمال. ليه التفاوض مهم جدا في مجال الأعمال؟ القوة الحقيقية بتحقق أهدافك ومكاسبك، سواء كانت مكاسب مادية زي صفقة مربحة، أو مكاسب معنوية زي الحصول على سلطة أكبر في مشروع ما. التفاوض هو الأداة اللي بتخليك توصل للي انت عايزه. بتبني علاقات قوية ومستمرة. التفاوض اللي بيعتمد على مبدأ مكسب بيقوي الثقة والاحترام بين الأطراف، وده بيضمن استمرارية العمل والعلاقات الناجحة على المدى الطويل. بتحل المشاكل بشكل مبتكر. التفاوض بيساعد على فهم وجهات نظر الطرف الآخر بشكل عميق، وده بيفتح الباب لحلول إبداعية ممكن ما كنتش ظاهرة في الأول، وبتخلق قيمة جديدة لكل الأطراف. بتزود ثقتك بنفسك. كل مفاوضة ناجحة بتزيد من إيمانك بقدراتك على تحقيق أهدافك، وده بينعكس على كل جوانب حياتك المهنية والشخصية. خطوات عملية للتفاوض الناجح في مجال الأعمال. الخطوة الأولى، جهز نفسك واعمل واجبك. Do your homework. قبل أي تفاوض لازم تكون عارف كل حاجة عن الموضوع. أهم نقطة هنا هي إنك تحدد البديل الأفضل. BATNA Best Alternative to a Negotiated Agreement. يعني إيه خطتك البديلة لو المفاوضات فشلت؟ كل ما كان عندك بديل قوي، كل ما زادت قوتك في التفاوض. الخطوة الثالثة، قدم تنازلات ذكية. Make strategic concessions. التفاوض عملية أخذ وعطاء. اعرف إيه النقط اللي قيمتها قليلة بالنسبة لك لكنها مهمة جدا للطرف الآخر، واستخدمها كأداة للتفاوض. تقديم تنازلات استراتيجية هو مفتاح الوصول لحل مكسب وبناء الثقة. الخطوة الرابعة، استخدم لغة جسد قوية. Use powerful body language. لغة جسدك بتقول كتير. حافظ على التواصل البصري، ابتسم واجلس بوضعية واثقة ومسترخية. ممكن كمان تستخدم المطابقة mirroring، وهي إنك تقلد لغة جسد الطرف الآخر بشكل بسيط وغير ملاحظ عشان تبني علاقة وثقة. الخطوة الخامسة، تدرب على الصمت. Embrace the power of silence. بعد ما تقدم عرضك، ممكن الصمت يخليك متوتر وتتكلم أكتر من اللازم، لكن في الواقع الصمت ممكن يكون سلاح قوي جدا. لما تسكت بعد ما تتكلم، بتدي فرصة للطرف الآخر يفكر في كلامك ويفكر في الرد، وده ممكن يديك الأفضلية أو يخليه يرجع يعرض عليك حاجة جديدة. الخطوة السادسة، فكر في الحزمة كاملة. Think beyond the obvious. التفاوض مش بس على السعر، ممكن تتفاوض على شروط الدفع، مدة العقد، المسؤوليات الإضافية، دعم التسويق، أو حتى فرص شراكة مستقبلية. التفكير خارج الصندوق بيخلق حلول مبتكرة ومكاسب غير متوقعة. الخلاصة، التفاوض فن يمكن تعلمه وممارسته، وهو أداة لخلق القيمة. تذكر، التفاوض مش عن إنك تكسب وتخلي الطرف التاني يخسر، هو عن إنك تكون ذكي وتوصل لحل يرضي الطرفين. كل مفاوضة بتمر بيها هي فرصة للتعلم والتطور،
المفاوض الناجح بيشوف أي خلاف أو تحدي كفرصة للنمو والتعاون. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات إيه أصعب موقف تفاوضي مريت بيه وإزاي تعاملت معاه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.